حاجة اسمها الخبيزة، تعال احكي لك. رغم انها اكله من الاكلات التقليديه التاريخيه المصريه اللي مميزه جدا في صعيد وريف مصر، الا انها اوشكت على الانقراض. وهي مميزه هناك عشان النبات الاخضر اللي شبه الملوخيه ده بيتزرع هناك. بتبيع مانجو في بالكيس البلاستيك بتاع الخضار حضرتك، امسكوها. هي بتتقدم زي ما الملوخيه بتتقدم، بس بتختلف شويه في طريقه التحضير. اللي عملته لي فل خلاص، ليه طمها مبهدله بطني خالص. انا لو سبت الغازات هذه اللي في بطني هطير في الفضاء. جنب انها اكله سهله في التحضير، بس ليها قيمه غذائيه كبيره جدا. هي بتعتبر علاج فعال لاضطرابات المعده وكمان اضطراب الرئتين، عشان بتساعد الجسم انه يتخلص من البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي، وتعتبر عنصر فعال في تقويه جهاز المناعه، وليها خصائص مضاده للالتهاب، وبتحتوي على فيتامينات كتير، اهمها فيتامين A والبي 12، وفيها حديد ومضادات اكسده. قولوا لنا بقى، كلتوا الخبيزه قبل كده ولا لا؟